إلى بالبرهان انتهى الكلام. اللهم اشهد، اللهم اشهد. عمر الأسد ما يخاف ولا يتهدد. يا ودي القضية راه فيها قاضي سميتو أحمد، الشكارة والبسطام جبد ومد. قولوا لي كيف بغيتو الزروالي يهدى ويرتاح ويبرد. راه الحامية كبيرة فيها ثعلب وديب وقرد. وانا بلساني كنحلل ونتاقد، ومعانا الله هو ليه نركع ونسجد. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، البارتاج واللايكات، والله يخليكم بحال الورد مزينة المشاميم. عمركم ما تجبلوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. شكرا على الوفاء، شكرا على الإخلاص، شكرا على الدعم يا أعز الحبايب. موضوع الحلقة: الزروالي نور زينو، تحفة زيرو تفاهة، البدوية تتهم الأستاذ. نقولوا على بركة الله. قبل ما ندخل في الموضوع مباشرة غادي نجاوب على بعض الكومنتيرات، وهنا كاين اللي غادي يطرح أسئلة ويقول عمي عمارة مالو بغا يبدا يخرف، واش ما بقى لقى ما يقول. وانا تنقول لا، لان هاد الناس محترمين اللي تيكتبوا الكومنتيرات. هذه النقطة الأولى. ثانيا، من الواجب ديالي نجاوب على بعض الأسئلة، بحكم أن كاينين بعض الإخوان والأخوات الجدد في القناة وخاصهم يعرفوا عمي عمارة والأرشيف ديال عمي عمارة. بحكم عبد ربي الضعيف، أنني مطلع على جميع الأحداث من بداية الميلودي، حمزة مومبيبي وزيد والزروالي خلاص. وانا اللي عارف ان الزروالي عليه مؤامرة ومن قديم، ومحسود على العمل الخير اللي كان كيدير. والارشيف عندي في القناة، لا صوت المصداقية واللي مشات خطأ مني، ولا هاد القناة اللي مازال متواضعة وصغيرة وغتكبر بكم بالصدق ديالها والمعقول ديالها في جميع الأحداث. وأننا دائما كنرصدوا التلاعبات وكنهضروا بعين الواقع، واخا في الأول ما كيصدقوناش بعض الإخوان، ولكن مع المداومة تيعرفوا أننا كنهضروا بكلمة صدق وكلمة حق في وجه الجميع. واللي دار شي خطأ ما كنكروهش، تنخرجوا وتنقولوها. والوحيد اللي تنقول لكم كينتقد الزروالي، فين ما كيدير شي خطأ كنخرج ننتقدو وتنقولها للمشاهدين، تنقول لهم ودي اليوم راه غادي ننتقد الزروالي في واحد الحاجة، وهما عارفيني بهذه المسألة. يعني عبد ربيه ما كيجاملش، اللي كيجامل الله، وكنا كنجاملوا الله ونطيعوا الله، ولكن نهضروا بكلمة حق وصدق وما نكونوش من التوابع. غادي الأخت سعاد اللي قالت لي واش انت كتدافع على متخابر وضرب في الأعراض وضرب في القضاء ودار وزيد تا سيدي بوزيد. اوكي، انا متفق معك باللي انت قلتي هذا الشيء، ولكن السؤال المطروح: الا كان الزروالي فعلا دار هذا الشيء ومتخابر وتحفة، اشنو دار؟ والماضي ديال تحفة، لأن غنجاوبك بعين الواقع. يعني الأفعال اللي دار محمد تحفة ما دارهاش الزروالي، والزروالي ما عمرو ضرب في البلاد ديالو. ثم أن قضية التخابر اللي كتهضروا عليها هنا غالطين نتوما.
لأن ديك المسألة اللي دار الزروالي راني قلتها لكم مسألة بطولية، والأيام هي اللي غتثبت شيء، راه الأيام هي اللي غتثبت. علاش؟ لأن العديد منكم كيمشي بالعاطفة، ولكن كاين بعض الجهات ما خصنيش نهضر عليها اللي ما كتمشيش بالعاطفة، كتمشي بالتتبع والمراقبة، وكيفاش خصنا ندمروا هاد الخونة، كيفاش خصنا ندمروا هاد الخونة. يمكن الزروالي جزء من اللعبة، وهادشي علاش غادي يكون مستهدف أكثر من تحفة. غير الفرق اللي بين الزروالي وتحفة أن الزروالي رد البال وحاضي راسو وعارف اش كيدير، هذا هو الفرق. ملي كنجيو مثلا على المؤامرة، وباللي تنقولوا المؤامرة راه على الزروالي من قديم. في قضية عادل الميلودي الفنان الكبير والله يشافيه، قالوا لي مريض كنتمنى له الشفاء، هذاك الوقت كان الحديث على الزروالي وبيت الشعب، وكان بلال المغني المكناسي باشي ديال الجزائر داير حملة جهنمية على يوسف الزروالي، وديك الساعة تيحرض فينا باش غادي نخرجوا للزروالي، وحنا كنا تنقولوا خاصنا الدليل. وفي هاد القضية فين كتبت ما عرفنا شكون النصاب، واش الفروج ولا الدجاجة، ما تضحكوش علينا وديرونا نص فرماجة. واللي رجع صوت المصداقية القديمة واللي ما بقاتش راه غادي يلقى هاد الكلام. هذه هي البداية فين هنا بغا يطيحوا الزروالي. وعاد نزيدو الاتهامات اللي قالوا انه خدم 250 مليون من الفنانة نزهة الركراكي، ثم نزيدو 250 مليون ديال الحشيش، ثم لابيلانسات جا فيهم الحشيش الكوكايين. هذه احداث كلها دازت، بزاف الناس ما تعرفوهاش هاد الناس جداد، ولكن أنا بحكم انني عايش هاد الشيء، لان اليوم الا كنا نخافوا الله نهضروا بالحقيقة ما نجاملوش. الزروالي عنده اخطاء تنقولها، الزروالي عنده اخطاء، عبد ربي عنده اخطاء، كل واحد عنده الاخطاء ديالو، ما كاينش شي واحد اللي سالم من الاخطاء الا الملائكة، الا الملائكة. اليوم باللي كنشوفوا حملة على الزينو والزروالي وتيقولوا ان تلاقى الزمح مع الزمح، كيف الزمح مع الزمح؟ اش هاد الهضره كتقولوا؟ واش هادي هي العقليه باش غتربيو المجتمع، باش غتقدموا مواضيع مهمه يستافد منها الجميع ويتصنت لها الجميع امام والديهم وولادهم وكل شيء؟ ولا حنا غادي نبداو ديما ديك داك راه لقاء مصالح، راه قضيه هذه. الزروالي كيقلب على البراءه ديالو، واي واحد لقى عنده شي حاجه راه غادي يمشي عنده، مساله عاديه كيف تنقولوا لقاء مصالح. اما هذا كيدبر منه اللي خلقو، منه اللي خلقو. واش باغي تحاسبو انت؟ راه ربي اللي غادي يحاسبو، ويحاسبني انا ويحاسبك انت ويحاسب ربي، غادي يحاسب الجميع، العباد وحيوان واشجار كل شيء. وحنا نجيو دابا نبداو نديرو داك اللعب ديال الدراري الصغار، وراه هذه هي العقليه الصغيره اللي ما فاهمه والو في الحياه. لان بعض المرات كتشوف شي وحدين كيطلعوا ومازال دايرين الزروالي كموضوع، لان ما عندوش باش يقول. زماح مع الزماح، اش هاد الهضره؟ هضره طايحه. وتنافس مع الزروالي في المواضيع، ايه
تنافس معاه في المواضيع، نقول لك نعم سيدي سيدي ومولاي، ولكن باش غادي تبدا تعطيه ديك الصفات وكل واحد لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، وراه هذه هي الحقره، هذا هو التبرهيش. وفي الاخر كتقولوا اما الزروال كيدير بينا شكايات. وهذه رساله لواحد السيد رفاس. بلاك كروز، اولا تنقول لك شكرا على الدعم للقناه. فيما يخص قضيه قلت لي واش عندك شي دليل، لان في الفيديو ديالي راه الدليل قلت هذا الشيء كيجي من الناس ديالهم، هما اللي كيفضحوا بعضياتهم وهما اللي تيقولوا، وانا تنقول وكنحلل غير داك الشيء اللي تيقولوا هما. وفي الفيديو راه كلامي قايلو. إذا اليوم ملي كنجيو لهاد القضيه دابا ديال يوسف الزروالي، واليوم كاين تسريب الهضر على قاضي التحقيق، سؤال مطروح، خلل كبير كاين في القضاء ديال مكناس. غادي تقول يا عمي عمارة اش كتقول، واش تبغي تضرب في القضاء؟ حاشا لله، ولكن كاين خطأ كبير، وحنا دابا غادي نهضروا على هذا الخطأ. اولا غادي نرجعوا لقيلوش واللي قال لك خرج الشكايه ب3 مليون من مكناس، ثم جات قضيه الوكيل الخلوفي والنائب ديالو المباركي، ثم اليوم واحد سميتو قاضي احمد. واش النيابه العامه غادي تتحرك ودير واحد البحث او لا؟ ما يمكنش الزروالي ينتصر على القضاء؟ هذا السؤال. علاش نقول لكم انا قضيه الزروالي كبيره والناس ما كتفهمنيش؟ راه دابا راه البحث على طرق وكيفاش تكون مخارج في هذه القضيه ديال الزروالي. الناس اللي ما عارفين والو اللي غالطين، واللي ما عارفينش الاحداث وما عارفينش اش كيدور في الكواليس. راه كاينه جهه من جهه الزروالي وجهه ضد الزروالي، وهنا كاين صراع كبير، راه كاين صراع كبير، وعارف الانتصار كاين ديال الزروالي، ولكن الامور خاصها تدوز بسلام باش ما يخرجش الرأي العام ويخرجوا اصحاب القنوات ويقولوا كذا وكذا 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 تلبني ما كذا. المهم خليوني ساكت، تبقاو تجبدوا لي لساني الله يهديكم. ولكن راه دائما تنقولها لكم، راه في الاخر الحق اللي كينتصر، راه ما عمر الحق كينتصر في الاول ابدا في كل شيء. دائما الباطل هو اللي كيغول، وهو كاين اللي كيدير يلبسك الجلابه والسلهاب، ولكن كيبقى عليك يا اما تستسلم يا اما تقاوم. واش اللي وقع الزروالي؟ قاوم. انا ما كنطبش الزروال، ولكن الحقيقه هي ديال الواقع هو هذا. اش غادي ندير لكم انا؟ واش هذيك التسريبات طلقتها انا؟ راه الزروالي، وقلتها لكم في الفيديو السابق، قلت لكم اودي واش غادي يطردك شي قنبله ولا ترجع لفرنسا؟ ساعه كيجاوبني بالخف. واش مشى على قبل داك التسجيل تعطاه ولا الله اعلم، لان راه مالاكا راه خدمه، راه الزروالي السياحه وخدمه. باش تعرفوا واحد القضيه، السياحه وخدمه. علاش؟ انا غادي نشرح لكم واحد النقطه مهمه. دابا هاد الخونه تيشكلوا خلايا، وضروري خاص من التفكيك ديالهم، خاص التفكيك ديالهم او الزعزعه ديالهم. وهذا الشيء اللي كيدير الزروالي دابا،
كيحاصر فيهم، يعني في المعاقل ديالهم، ثم غنزيدكم واحد النقطة مهمة في قضية الزروالي. هاد العطلة اللي داير دابا في مالاغا راه لاعبها بطريقة التأثير. كاين اللي غادي يتساءل هنا وغادي يقول يا عمي عمار انت دابا كتخربق اش كتقول من راه ما تنخربقش، هذاك السيد راه عارف اش كيدير، يعني بديك العطلة ديالو بالبنيات ديالو بالسيدة باهجة، وهي ورقة ضغط وتأثير على الخصوم ديالو. لأن إلا جينا نطرح السؤال اليوم، فين هي سعاد؟ حنا كنعرفو في هاد الوقت كتكون في المغرب، وعزيزين عليها المواسم، وعزيزين عليها دوك الحفلات ديال النشاط الشعبي، وعزيز عليها الهندي، وعزيز عليها الكرموس، وعزيز عليها وفين هي؟ مالها ما جات تاني وتبدا دير البوسطات وهنايا ومولاي يدير الزرغون غادي يحمر، وتجي تما وتقول لهم هانا مولاي يدير الزهرون في بلاد. علاش هادشي ما بقاش؟ هنا فين خاصنا نريحو داك، راه ماشي قضية أن الزروالي يحقر عليها، راه اللي كيعرف الحقيقة أو البداية ديال الصراع الزروالي مع سعاد راه هي اللي اقتحمت الزروالي عن طريق بنات بوكريشة، فاش كانوا في صراع مع امهم والزروالي كان مع امهم، وجات هي دخلت. واش علاش نقول قسمت لكم قلت لكم اقسم بالله لو كان الزروالي ظالمها يا تنخرج نقولها لي فوزوا، ولكن الزروالي لا، انما الصراع على الخير اللي كيدير انه خاصو يتحيد، لان جات بيت الشعب بغات تحيد. وراه اللي وقع لبيت الشعب راه نفس الطريقه، راه نفس الطريقه بحال ديال سعاد بحال ديال زينب. انا غادي نشرح لكم. زينب الوقت فاش جات وبغات تواجه الزروالي جابت باليزه فيها 10 مليون، وكاع الناس عارفينها وصحاب القنوات، وقالت لهم هاد الفلوس غادي نخسرها على الزروالي، وجمعت الحشد ديالها وجمعت العديد من الناس وداروا شكايات نفس الطريقه اللي دارت سعاد، ما كاينش فرق. وهنا كيتبين يمكن غدا ولا بعد غدا غادي تخرج شي وحده اخرى تاني، ويمكن دير نفس المشكل تاني مع الزروالي، وتبدا تاني تحط في الشكايات والاتهامات وزيد 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 تا سيدي بوزيد. هذا ولد متبوع، الله يكون في عونه، الله يكون في عونه. وهذه هي الحقيقة. ولكن اشنو المهم كاع في هذا الشيء؟ ان الزروالي ارتاح. علاش؟ اولا ارتاح يمكن بقاو معاه غير الناس اللي تيبغيو الصدق والمعقول في القنوات، والباقي كلشي تخلص منه. علاش؟ لان هاد القنوات اللي معاه دابا ما عمرهم يطلبوا الزروالي، من عبد ربيه وزيد ايوب وزيد الداكا وزيد حسنة وخلاص الدكالية هذيك بوحدها، هذيك راها قاعدة براسها ديال الطاليان. تلفت سمية القناة حتى انا وقيلا بغا يجيني الزهايمر وقيلا بغا يجيني الزهايمر. والدكالية راه عارفة راسها عزيزة وغالية، حتى هي تعاونت معايا واحد المرة دعمتني في وقيلا لايف ولا في القناة، والله ما نعرف، عزيزة وغالية. يعني بقاو مع هادوك القنوات اللي باغيين الحق ديال الزروالي يبان، وتكون المحاكمة العادلة
بحال واحد السيده قالت لك وقيلا سعاد قالت لك ما يمكنش ما يتحاكمش. شكون اللي قال لك الزروالي ما غاديش يتحاكم؟ ولكن راه غادي يتحاكموا كيف هادو داعين وتا هو داعيهم، وكل واحد غادي يحط الادله ديالو. قلنا كاين اشكال واحد اللي مازال كاين عند الزروالي، هذاك الاشكال راه الزروالي هو واحد النهار غادي يخرج يقول لك اودي راه اللي كان راه هذا الموضوع تا هو ساليته، وتشوفوه ديك الساعه داخل المغرب. لان قلنا راه كاين واحد الفرق كبير بين قدم خدمه للدوله وبين المواجهات القضائيه، لان القضاء عندنا مستقل والدوله ما كتدخلش في القضاء. ولكن طبعا غادي يكونوا شي اخوان باش يقلبوا على حلول باش يقادوا الامور. داكشي واحد النهار غادي يلقاو الزروالي داخل ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحتفلوا به ويدخل مرفوع الراس منتصر على الخصوم ديالو، باش على المؤسسات على الخصوم ديالو. وداكشي اللي بغينا. وديك الساعه راه حنا دائما غادي نبقاو في الاستمراريه ديالنا مع الزروالي. النهار يدير خطا راه نخرجوا نقولوا ليه واش كدير، فين غادي يا يوسف؟ ولا كان غادي مزيان نقولوا ليه سير الله يكملوا حنا وراك. ايوا واش هادشي اللي كاين. واش نقول لكم ثاني قضيه كبرات، حتى ما نعرف هاد الناس مالهم مع الاستاذ زهراش. شنو كاع بداو كيتقلبوا عليه. ياك راه قلنا لكم الاستاذ زهراش ما غاديش نخليوه لكم، واللي خرج غادي نعطيوه للقرفاده. لان علاش؟ لان هذاك استاذ وما عارفكمش، ولكن حنا اللي عارفينكم، حنا اللي عارفين الافعال ديالكم والتشيطين ديالكم والتلهيب ديالكم عارفينه. كيفاش كاع اليوم بغيت تقلبوا عليه؟ قال لك حتى البدويه خرجت قالت لهم دا ليا 2 مليون. ما قلتهاش انا، اللي قالتها السيده ديال فرنسا، هي اللي قالتها وهي اللي داخله لهذاك الاتجاه. هما تا هما كيفتحوا ببعضياتهم من ولد موها. هي المدافعه الاولى على البدويه وعلى بناتها، هي خرجت تهمتها ب2 مليون داهم لها الاستاذ زهراش. دابا الاستاذ زهراش كاع دا ليكم، وانا اللي كنسمعوا بفامكم. قلتوا الاستاذ زهراش خلص الكفاله في فاس، خلص الكفاله في مكناس. والاستاذ زهراش عارفين مشى هو اللي تيخلص الكفاله. عطيتوه بعدا فلوس الكفاله اللي خلص عليكم ولا مازال ما عطيتوش؟ واش تراهيش يا البدويه؟ الا كان هادشي بصح راه هو فكك من الحبس. لان حنا كنعرفوا الاستاذ، كنعرفوا المكانه ديالو، وعرفنا قبل منكم كلكم ما تستلع الكحله. راني حطيت لكم التصوير انا والاستاذ زهراش في 2022 قدام محكمه الصناف ديال مراكش. والوحيد اللي كنت نوقف قدام الاستاذ زهراش وكنت كنسجل ونتصور معاه، ولكن ما عمري طفلت عليه، لان ما عارفينش القيمه ديالو، ما عارفينش الشخصيه ديالو. هذا هو الاشكال اللي واقع لكم. دابا كتسحبوه تا هو بحال واحد اليوتيوبر ياك، ورا هذاك راه عنده بزاف د المناصب، اسحبوه مسالي ليكم. هذاك راه حقوقي وجمعيه كبيره قداش، ومحامي ومناضل وسياسي، ورا كل شيء فيه. وتجي نتوما تبغيو تتهموا فيه تلعبوا فيه. دابا نتوما ورا القضايا الكبيره في المغرب شكون اللي كيشدها؟ راه الاستاذ زهراش. يعني راه ناس اللي تيقولوا كيعترفوا الاستاذ زهراش بالقوه ديالو وبالحنكه ديالو وبالتجربه ديالو القانونيه، وتجيو نتوما اليوم على اللي خرج فيكم شي فين ما بقى كان شي شايط يخرج يتهم الاستاذ. نعلة الله عليكم جميعا الى يوم الدين يا المنافقين، يا اللي تاكلوا الخير وتنساو. شي دابا هادو المشكله الشي يوقع عليهم. وهنا فين غادي نختم.
تيقول لك عيبهم، سمعوني مزيان، عيبهم بالورد كيغطوه، وعيبنا من الأرض كيجبدوه. أحلى تعظيم سلام.